مساء الخير يا شباب، صباح الخير. I hope يعني everything is goes well with you. وأتمنى إن الدنيا تكون كويس. في الفيديو ده آخر فيديو اتكلمنا فيه، المفروض إن لو كنت بتابعوه في first excel في part 1 و part 2 كنا اتكلمنا عن كام function كده such as إن VLOOKUP وcount وsum وحاجات كده بسيطة، وقلنا المفروض pivot table. طبعا شرحنا pivot table بتفصيل كامل في فيديوهين تقريبا. فيديو هتلاقيه 7 دقايق لوحده، وكمان ضمن الجزء التاني برضك أو الأولاني، يعني مش فاكر أوي، البيفوت تيبل. طب هنعمل ايه في الفيديو ده؟ الفيديو ده كالعادة هيكون طويل، فيستحسن لو انت بتمل بسرعة ان انت تعرف ان انت تقسمه، تكون فاضي او ما تتفرجش عليه وانت مستعجل او حاجة، لان هنطبق مع بعض عملي في اول داشبورد ليك. اوكي. آم، طيب خلينا كده نبدأ مع بعض علشان هيكون طويل حبتين. طيب انا دلوقتي في مرحلة الداتا اناليسيس زي ما اتفقنا. خلينا كده نفتح كده ميرو عشان لو عندنا أي حاجة ممكن نشرحها أو كده. يعني احنا هنفتح له الاحتياطي، ولكن مش متأكد إن احنا ممكن نشرح أصلا حاجة كشرح يعني كلام وكده، ولكن خلينا نفتح له الاحتياطي. هنفتح كمان كيجل. طب إيه كيجل ده؟ كيجل ده ببساطة ده موقع بيشتغل عليه كل الناس الخاصة بالداتا ساينس، داتا اناليسيس، زيه زي جيت وجيت اب. تمام، يعني هو ده الحاجة بتاعت الويب ديفلوبرز مثلا معظمهم بيستخدموا جيت وجيت اب. كيجل ده نفس يعتبر الفكرة بالنسبة له. ده بتلاقي بقى في ناس كتير جدا، بتلاقي ناس اصلا ناس داخله كومبيتيشنز، مسابقات وحاجات بتبقى ادفانسد جدا. طبعا احنا او بتاخد داتا. طيب في الداتا في نوع من الداتا، في الجفرمنت داتا سيكتور، ودي انت بتعالج كده بتبقى في بعض منهم اكسسبل وفي بعض منهم لا. طبعا ما بشتغلش على كده خالص، is not the best at all يعني. قعدت فتره كبيره جدا ما كنتش حتى بفتحه. آه حلو. طيب فاذا ده المفروض ده كيجل ببساطه. الواجهه التعريفيه بسيط جدا هنا. آم، يعني خليني كده اشرح لكم طيب الحاجات بسيطه كده الاول في كيجل. في كيجل، ويعني احاول على قد ما اقدر إن الموضوع يكون سيمبل از ماتش از اي كان علشان نقدر نبدا على طول في البروجكت. طيب انت من هنا بتعرف البروفايل بتاعك. انت عندك يو ورك، لو انت اشتغلت في حاجه قبل كده، هي البروفايل السيتنج. طبعا لو جاتلك نوتيفيكيشن حد رد على كود او حد بعت لك حاجه، هنا بتكريت ايه؟ طيب بتكريت يا نيو نوت بوك او نيو داتا سيت انت اللي بتكريتها، او نيو نوت بوك اللي انت بتكتب كود بقى بايديك. يعني انا مثلا معايا كود بالفعل وابدا ان انا اكتبه. يعني ممكن اعمل كده اهو، هيجي يفتح لي داتا هنا زي فيجوال ستوديو كود، وهنا تبدا ان انت هو بص انا حتى عامل دي. يعني انت ممكن برضك تلغيها من اوكي انت بتلغيها من هنا. فانت ممكن حتى هنا مثلا تبدا ان انت تشتغل عادي جدا. يعني انا مثلا هكتب براند welcome on board. كود اهو مثلا هتلاقي هنا عملت برنت تحت. ده طبعا هي بتستخدم بايثون، طبعا انت بتتاكد انها شغاله بايثون وكده، وهي بس بتاخد ممكن اول وقت في اول كود، وبعد كده بيبدا الموضوع ايه يكون ماشي بسهوله. هنا احنا فهمنا ان احنا ازاي بنقدر مثلا نعمل بنعمل نوت بوك. وهنا داتا سيت او بصوره مثلا. هنا الداتا سيت والى ما اخره. هنا الحاجات اللي انا شفتها. انا شفت حاجه خاصه بالداتا سيت خاصه بيدومي. شفت داتا سيت خاصه بان ال بي بروجكت. شفت داتا خاصه بامازون. ويعني هنا بقى بتخش بقى بتابلود الداتا. يعني طبعا في النت بوك هنا انا مثلا عايز ابلود داتا. ده طبعا حاجات قدام شويه انا مش عارف حقيقه، وده ينفع للكل، ولكن لو انت مش عارف حاجه في مثلا ده، لو انت مش عارف حاجه بخصوص البايثون وكده، فيستحسن يعني عادي ما تقلقش من حاجه زي كده. هي حاجه عاديه جدا. يعني هتلاقيها مسألة وقت. يعني خلينا نكتب مثلا ايه، آم، يعني customer create هنا على طول، وبنبدأ بقى نشتغل. يعني هي موضوع مش صعب يعني. اوكي بس احنا مش عايزين بقى نكريت. هي المفروض انها اصلا كريتيف. customer ببريك تو داونلود. لا احنا تقريبا لغيناها يعني. تقريبا لغيناها ولا لا موجودة.
اوكي، هي لا هي تقريبا كده. طيب اوكي، هو احنا كده كده مش عايزينها يعني. طيب، وبتبدا بقى ان انت تشتغل هنا. بعد كده طبعا بتعمل كريت، وبيبدا ان انت بتخلي كده الكود بتاعك تشيرابل، بتخليه بابليك، وزي ما انت شغال بقى. هنا طبعا كومبيتيشنز، في يعني كومبيتيشنز اخر واحده مثلا في بيقول لك ار اس برايس 2024، وهنا حاجات خاصه. طب احنا عايزين نعرف مثلا هنا كريت يعني ايه اي كابابل فور سولفينج مش عارف ايه. وهنا مثلا بينير بريدكشن فور بوزنس، مش فاهم ايه مشرومز، يعني ايه حاجه خاصه بمشروم هنا. تايتانيك ماشين ليرنينج. طبعا عايز ابحث عن حاجه مثلا داتا اناليسيس، فبنخش هنا مثلا داتا اناليسيس مثلا. Python data analysis final project prediction of client gender on a car transactions. ولما يخلطوها طبعا competitions، في اللي بيبقى شغال في اللي بيكون لأ، وعلى حسب. آم، ايه تاني حابب ان انت تعرفه؟ I guess ان انت ده كل حاجة. لو انا بقى عايز اشتغل مثلا طيب انا عايز اشوف نوت بوك، بخش هنا مثلا. بخش الحاجات دي، بقدر ان انا اشوف النوت بوك بتاعت الناس اسولد، وبيقدر كلنا نتعلم من بعضنا. وهنا اهم حاجه ان بجد بجد الناس بترد، وبجد بجد الموضوع يوزر لانكينج طبعا بيجيب لك الناس الاعلى. يعني ده الراجل ده عامل 174، فالواد ده تنين يعني، او دي تنين يعني. anyway يعني طبعا يعني 3 سنين قبل كده، 9 سنين، فالناس عامله مصر وناس كويسين جدا يعني الحقيقه. بس يعني تقريبا مفيش اي حاجه ممكن اوضحها لكم، لان هنا بيخش مثلا مثال بسيط يعني انتر تو بروجرامينج، ده انا دخلته من فتره كبيره جدا. بايثون اكسرسايز، هنا بتعمل ريزم كورس مثلا، بيدخلك بقى على البتاع ده، ويجي يقول لك حل لي مثلا ده كود. تبقى حاجات انترو اساسا يعني. بيجي مثلا يقول لك اعمل لي براند. طب قول لي يعني هنا مثلا قال لك براند سيت اب كومبليت مثلا، فانا لما ادوس راح عمل لي سيت اب كومبليت. هنا مثلا بيجي يقول لك عايز اوكي، هنا دي خاصه فانكشن. هنا عايز بقى يقول لك which of two variables above has absolute value. فانت عايز بقى تعرف يعني يعني بتكتب كود بيوضح لك حاجه زي كده، المفروض ان هو الكود ده هو ده الكود الصح. انت عايز مثلا تعمل راوند لحاجه زي كده، فانت كل اللي انت بتعمله بتكتب فانكشن خاصه براوند عشان تعمل لها كلوزز انها تبقى 10 وبعد كده. يعني هي دي الفكره. ايه تاني مثلا؟ والى ما اخره. طبعا لو وقعت في حاجه بتقدر ان انت تراجع، تصلي مره تانية، تسال شات جي بي تي في حاجه انت شايف ان انت كاتب صح، ولكن يعني عادي ما فيش مشكله، هي بس حاجه كانت بتسلي بيها نفسك. ايه تاني موجود برضك؟ موجود انتر تو سيكول مثلا. موجود بقى intermediate machine learning، data visualization، migrate data great way. دي بتساعدك بقى ان هي بتساعدك في حته تشارها معاك مثلا على اصحابك على لينكد ان. بتساعدك ان انت توضح ان انت هارد وركر شغال وبالفعل انترستد. انا على ما اظن اصلا انا طولت بالفعل في فيديو زي ده. هو 8 دقايق اي جاس ان انت يعني اي هوب اصلا انتوا لسه موجودين في الباك جراوند. المره الجايه انا هخش بالظبط على داتا سيت، واختار داتا سيت. ف يعني هحاول اشوف حاجه كده تكون كويسه. يعني ممكن اشوف حاجه خاصه بامازون مثلا. لا مش ده، ممكن نشوف حاجه مثلا خاصه بريمير ليج اول بلايرز. يعني ممكن نعمل دي. يعني انا شايف ان هي لو جينا عملنا تحاليل، ويكون انواع فيديو، لو جينا عملنا تحليل بيانات للعيبه، تفتكر ايه اللي ممكن يتم؟ هستنى ان انا اشوفكم في الفيديو بجد. انا تقريبا حملتها. ف هنبدأ بداية بقى. يعني بصوا هنا حتى بيعرفنا الداتا. خلينا نكمل كلامنا الفيديو الجاي. أنا متحمس جدا إن أنا أسجل الفيديو ده معاكم، وهنتظركم في الفيديو الجاي. مع السلامة، وأشوفكم إن شاء الله بخير في الفيديو الجاي.